أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 119 من دروس فقه السنة النبوية. في نسم كثير دروساكي شمنت ذي مجال الاقتصاد، بل في عمق الاقتصاد والمعاملات الاستثمارية والمالية. يعني أين يعني ثذمسة الاقتصاد؟ لا يمكن للبناء الحضاري أن يتحقق وأن يكتمل بنيانه إذا أغفلنا هذا الجانب الحيوي في حياة الأمة. بمعنى ونزميراد المسلاي في الحضارة ما إلا سنفكر زال الإيكونومي، الجانب الاقتصادي. مدينة في الاقتصاد ماشي الإنسان يتصور أسين الاقتصاد أتصور تحانوت الزنوزوض القهوة والسكر دايا. لا، نرتقي بالمعاملات إلى مجال، إلى مستوى التحدي. أمش إنسلم أذ يوض يون المستوى يون النيفو هذه السعو غزال ذي الاقتصاد العالمي. وسقال خما كونكيرونس يتحانوت نو ثقي حانوت سلها داخل الحومه داخل تدارت. لا، ماشي بقى المقصود. مقصود انفغانسي الدروساكي باش ينسلم اذ يفهم، خاطر ماشي داير سهلا. الشريعه ربنا في سوره الجاثيه الايه 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أمشام ذاني نسلم أذي يفهم الشرع وذي يخدم وذي يسعو الكوراج وذي يسعو أمكانيس ذي الاقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت يتخالف على الشريعة، خاطر الشريعة خدمت قواعد. لذلك الدروس كي عدان دروس تحت عنوان المعاملات أحكام وقيم. لنت الأحكام الشرعية، لنت القواعد، ولنت لي فالور القيم. معنى القيم حاضرة مع الأحكام في الوقت نفسه. وهذا في يعني يعطي جمال للشريعة الإسلامية، تعطي لك حكم مع القيم. أما كنا نظري من زمان في الزكاة، ربي مدينا في سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بمعنى أي نسلم زكي الزيز ديال إيمانيك والزيز ديال لرزقيك وتنفعض إهليلا وتنفعض الفقراء وتنفعض المجتمع. لنت القيم، لنت القواعد، لنت الأحكام، لنت القيم. تساد الآية 60 في سورة التوبة تفقند الأصناف الثمانية أكن ملان: الفقراء، المساكين، إلى ابن السبيل، الغارمين، العاملين عليها ابن في سبيل إلا 8 الأصناف. سورة التوبة الآية 60. والقاعدة الذهبية إذ نشرح فيما سبق: الأصل في العبادة الحرمة إلا بنص، والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. ثقيث القاعدة ولا قالوا كان نغفل فلاس ياكو. يعني ما يتعلق بالعبادات ونعبد ربي سوى سويني غدينا وقيل معنايس. لا يجوز اختراع عبادة من العباد يريد زارة غاد مسفهما ينسلما هاد سنولفون يوثن العبادة تشغيط خاطئ، لا يجوز، حرام. ولكن دي المعاملات لا، قاعدة معكوسة: الأصل فيها الإباحة إلا بنص. أوريزمون، الحمد لله. وإلا غساقي أتصفض خدم العقود إلكترونية، ماشي يملا لك سين وذ مسوذم هاد خدم الكونترا مجلس العقد. لا، يون ديال الجزائر، يون ديال الجابون، يون ديال الجزائر، يون ديال اليابان، يون ديال السعوديه، خدمه العقود نورمال الى اخره. العقود بالسكايب، العقود الالكترونيه،
إلى آخره، عقود الشركات، تضامن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات نشرح فيما سبق، المضاربة، المرابحة، المشاركة، يعني خير ربي. ولكن إلا قثم مسلية سليذك ماشي بيبري. لذلك درسني عدان نهضرت في البيع بالتقسيط بار فاسيليتي. نفقني تسيد مشي راهي المزين بوسا حواجا خدمان واداوين الى اخره بار فاسيليتي ولا نشرحت بالتفصيل نسعى وذرا. ولكن درس بوسا اسميس المرابحه، يعني للآمر بالشراء، المرابحه للآمر بالشراء. فقيد الحلقه 19 الدرس رقم 119. ولكن دي المحور المعاملات أحكام وقيم الحلقة 19 العنوان ينس المرابحة للآمر بالشراء. ثورد نشرح يوث تمهيد. المرابحة يجي الآمر بالشراء أولا تجي من المعاملات المعتمدة في المصارف الإسلامية. نهضر فاسنت مقال لي بنك إسلاميك وكذا إلى آخره. وطبعا لأن دا يتمثل إلا واندا حتى البنوك يوم يسمى البنوك الإسلامية إلا واندا غلظنت. ستا ميساج باش تفهم نشرحت فيما سبق، ولكن ذا عوض سي دي ميساج. ماشي المعنى يس البنوك الإسلامية خدمت 100% وفق الشريعة إلا واندا شظنت، إلا واندا غلظنت. معظم الأخطاء عند دوسانت عدم يعني في التطبيق العملي في لابليكاسيون ديال التطبيق اتفض الا وندو الزمير نارا طبقا القواعد الشرعيه وكي كان باختصار. لذلك المرابحه للآمر بالشراء وجه من وجوه الاستثمار، ليزانفيستيسمون الاستثمارات. فكي طريقه من الطرق، فكي تمهيد خفيف ذايا. اولا طبعا نختصر في حدود الزمن المحدد. اولا تعريف بالمرابحه. الربح تسلسل كلمه الربح معناها النماء معناها الزياده. بالنسبه للاصطلاح البيع بزياده على الثمن الاول اكا. وعرفت سيد بعض الفقهاء هذه المالكيه نند بيع السلعه بالثمن الذي اشتراها. يون يغد السلعة السمة معينة، مثلا يغد سيد 100 مليون وزيادة ربح معلوم للعاقدين. أشيني أوخ سيد 100 مليون أخ تزنزغ 110 120. ثقية كما في حاشية الدسوقي الإمام الدسوقي في الشرح الكبير. ميل ذا الحنابلة أما كنت يوسف في كتاب المغني مدينة المغني معناه سي العلماء مقرانا الحنابلة لكتاب اسميس الكتاب اسميس المغني. صاحب الكتاب اسميس ابن قدامة المغني لابن قدامة. شو دينا بيع برأس المال وربح معلوم. صر رأس المال وذي خدم ربح معلوم للعاقدين، أما وين يغن أما وين الزنزن. طيب الآن ما نبغى نفكر الخطوات العملية، المراحل العملية المرابحة. ياكل لي زيتاب بار ايتاب. يوث المرحلة الأولى تحديد المشتري للسلعة المرغوب فيها مع بيان المواصفات. أصل هذا فورنيسور السينظن كيني فغيغ أذاغ السلعة كذا وكذا، المواصفات ينس كذا وكذا، النوع أنت المشتري صافي. الطرف الأول هو المشتري هو الذي يحدد المواصفات من البائع. فغيغ أذاغ السلعة كذا وكذا، الأوصاف ينس كذا وكذا كذا وكذا. نمس فهم ثقيل الخطوة تمزورث. الخطوة الثانية السيني يطلب من البائع السيني شحال السمينس، كم ثمنها، شحال السمينس. أكيني مثلا 100 مليون سنتيم يعني 1 مليون دينار، مليون دينار جزائري. المرحلة الثالثة البائع يرسل فاتورة إلى المصرف، إلى البنك، إلى المؤسسة المالية. ولكن أكدي الزنزن هذه الشقعة فاتورة
البنكان غير المصرف النين شفو ثاس صافي شكا فاتورت. المرحلة الرابعة المشتري ني وين راه يغان اذ يفك الوعد دقيقة هذه لي ووالا اذ يفك الوعد البنك بشراء السلعة شا سينضي البنكة باش البنكة تدار شو سادر يدري من سادر توتاليتي صافي البنكة سيدي يغان استفكض الوعد وعد بشراء السلعة المطلوبة. هذا الوعد يأتي من المشتري إلى المصرف ولكن كنا غندقي وعد ملزم. أولا كي وعد ملزم يحوج التفصيل. التفصيل كي ذا شادينا غيس لندي ثلاثة أقوال. الوعد ما تفكر الوعد يجيون هل ترى هذا الوعد ملزم ديانة وقضاء أم ملزم ديانة وقضاء أم ملزم ديانة لا قضاء؟ آمي ذاكي الفقهاء فكان ثمغ الإنسان ثمغ ثم زواروث لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية 4 مذاهب لأهل السنة المعتمدة الكبرى 4 يجي جماهير العلماء في هذه المذاهب الفقهية ناند الوعد ملزم ديانة لا قضاء. هو لاقي خطير وسعى الأهمية عمليا مع انتهى ما يوعدك يوم ما إلا وريخ ذي مال الوعديس يا رسل ربي مسال ذي لا خرث دي الدنيا زمات شرع زمات توصل الله في جوستيس الصيغ الفاني وعديد كيني هوايس يغال تقول عادي كما في وعد الزواج ان جون ذي وعد ثقشيش الزواج وعد الخطبه الخطوف كاع شو المعنايس هي وعد بالزواج ما هي زواج قبل ظهر الفاتحه خاطر لانت تروازي طاب ثم زورت الخطوف كاع في سنه الفاتحه في 3 مغرى هكا إما إلا يخضفيت ذايا كان أبري يتجاث ناس تجاث يسكون يتجان وايض يسعى الحق وايض في الصوضون جيستيس أسيني يوعد ذي الزواج إلا قال يكمل جامي إن بلا السبة أكثر تقشيشتني تجيخ كيهوي نورمال من هذا نورمال ماشي معناتها نسونكوريجي لا الدنيا القصيد غير نشتا قصد غير ديني والزميلات الشرعض بالك تحرزيك وكتب غيرك تجرح وغيرك فيكسي ما كد سي بون يا اخي تولي جون قرن سي بون كلمه سي بون معناتها سي با بون شي خرج يديها ما دين سي بون معناتها باين لا وقال يكتب الاسم سي سي بون ما معنى سي بون معنى سي با بون فهميتك انت اسكو زمات الشرع زمات الشكير وكذا غمشى كاين وارتفع الكواليس نوطيف الكواليس وكيف برق الروح مي ذي لا خرف مي ذي الدنيا والزميضات الشرع مي ذي التجاره وعد صافي جماهير الحنفيه والحنابله والمالكيه والشافعيه الناند الوعد هنا ليس ملزما قضاء ولكنه ملزم ديانه. هذا ما كان. لماذا؟ ايش قال؟ لانه من عقود التبرعات. الوعد تبرع والتبرعات ليست ملزمه كعقد الهبه دوناسيون ماشي من البيع والشراء ذينا اوبليجي زنزوض تقفض تشرعض نورمال مي دوناسيون يوعدك ولا كيني شفتي بورطابل ابري يغاد كوال نورمال ماشي نورمال ديال الاخلاق عيب دين ضوال تفضل هذيك لقات تدكوال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد سوره قاف الايه 18 الصفحه اليمنى السطر الثاني ونبغى نروح مباشره المصحف. ولكن وربي في سوره المائده الايه الاولى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يعني ضوال زوال مما الا ساد دي كونترانت ساد السبه وكذا وعد دايم الله غالب بالظاهر دايم. هكذا راي الجماهير العلماء. الراي الثاني وثيلان من الحسن البصري أكذ ابن شبرمة من العلماء مقرانا أشهدنا الوعد بالبيع
واقين بالشراء نيش واقي وعد ملزم قضاء، يعني خلفا جماهير الفقهاء. بين الأدلة من الأدلة بين يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تجي سورة الصف الآيتان 2 و3. وبين ذا الدليل الواحد حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب ما يمسل يسكذب، وإذا وعد أخلف ما يفكد الوعد الذي يخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال صحيح مسلم بشرح الإمام النووي. بين الأدلة إلا رأي الثلاثة رأي المالكية وبالذات في المشهور يعني، وهو مذهب ابن القاسم. الرأي شو دينا إن ذا الوعد ملزم قضاء إذا تعلق بسبب، إذا كان معلقا بسبب. رأي قوي جدا، وهو الذي اعتمده المجمع الفقهي الإسلامي بجدة. ذا الرأي كان يقطف المجمع الفقهي في زمان 1988 في الدورة الخامسة، يقدر في شهر ديسمبر 15 ديسمبر 1988 نجمع العلماء قرانا الطفن الرايقي يعتمدوه كونفيرمي تقبلنت خاطر يسعى دي زارغيمون يسعى الادله. طبعا يتمثل كل حاجه ساعه تصبه ولا سي دي كونفيرونس وصفانين، ولكن داكي نساكيون سانتيز يعني خلاصه هذا كان في حدود الوقت نسعى ديال الدرس. طيب سيدي، من العلماء المعاصرين كان الشيخ عبد العزيز بن باز، من علماء السعوديه الشيخ يوسف القرضاوي، يعني كبار علماء العصر يعني تبنوا هذا الراي. اذن المجمع الفقهي للدوره الخامسه منعقده في الفتره قلت في الدوره الخامسه من 1 إلى 6 جماد الاولى 1409 الموافق لي من 10 إلى 15 ديسمبر 1988. اشو ديسان هذا القرار: الوعد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر. يعني الأصل الإنسان مفك دوال سوى ما يسعى العذر، هذا هو سبب شرعي. وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الالتزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. الله يبارك. ثورة نكفى المرحلة الثالثة الرابعة. المرحلة الخامسة المصرف البنكاني الدغ السلعني سفورنيسور أسيداغ ويدفع له الثمن نقدا، وبذلك تدخل في ملكه. تدخل في ملكه لا في حيازاته، خاطر يزمات يضيو يكسبغ ولكن تنديهن ماشي الكفوسي كي قال لها غادي نصير 100 مليون ديال البنكه، كاين الكفوسي كي ديال البنكه بالك ديال الخارج كاع ماشي كفوسي كي لانت، ولكن انت مالك فيه تفاصيل فقهيه، ولكن لذلك اؤكد على هذا المعنى وبذلك تدخل في ملكه. ثقي المرحله الخامسه. المرحله السادسه المشتري ولكن رياغا يوقع عقدا بالمرابحه، عقد بيع بالمرابحه مع المصرف مع البنكه على شراء السلعه. ذاكي هذه استني الكونتراني العقد في البنكه حسب الاتفاق الذي يكون بينهما. إذا كان الثمن معجل وإذا كان الثمن مؤجل يضيف الزيادة، وقد شرحنا ذلك أنه لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية وليس من الربا في شيء، وقد شرحنا هذا المعنى والمعاني الملحقة والمتصلة بهذا المعنى في دروس سابقة. ثالثا وأخيرا حكمها يعني المرابحة حكمها الشرعي. إلى رأي باش نكونوا منصفين من ناحية العلمية المنهجية يرى عدم الجواز. هناك رأي يرى عدم الجواز من القدامى إلى ابن حزم الظاهري يرى عدم الجواز هذه المعاملة، ابن سيرين شريح
وكذا قلنا لا يجوز. من المعاصرين إلا مقارن عبد الرحمن عبد الخالق يخدم بحث اسمه القول والفصل في بيع الأجل. إلا مقارن رفيق المصري يسعى ما قال اسمه بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية. اللي بغى يرجع للمرجع مجلة الأمة العدد 61 الصفحة 24. فكان دي اعتراضات منها لماذا قرن المرابحة يقول في جزارة لماذا؟ فكان دي اعتراضات. الاعتراض الأول اش قرن المرابحة حيلة لأخذ الربا. ذي الحيلة استخدم الحيلة باش أي اللي عند الحرام ترمد الحلال وقيد رأي ينسن. الرأي الاعتراض الثاني هي المرابحة بيعتان في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني سين لي كونترا يقولوا كونترا، نهى عن بيعتين في بيعة، وفي حديث آخر نهى عن صفقتين في صفقة. وهذه الحديث هذه الحديثان ورد في السنن الكبرى للإمام البيهقي. بوين الدليل. طيب كذلك سعى الاعتراض الثالث اش قال المرابحة بيع الشخص لما لا يملك. أمن الزنزن ينوري كسيف ورجوزار الزنزن ينوري كسيف ضرا، هذا رأيهم وهذا غير مشروع. الاعتراض الرابع ند المرابحة إلزام بالوعد، وهذا إيجاب لما لم يوجبه الشرع. تريد نهضر في كذا الوعديون في غلط قوال سعيد دنوف يراك ربي، ولكن الزميضات شرع ضد الدنيث ولكني يخلفن الوعد. صافي لك مثلا ميلا الوعد أصبح ملزما قضاء، معناه ألزمتم الناس بلا مسوغ شرعي، أوجبتم على الناس ما لم يوجبه الله عز وجل في شرعه. هكذا. طبعا الجواب هناك ردود علمية مفصلة معمقة على جميع هذه الاعتراضات، وهي مبثوثة في الكتب وفي الدراسات والأبحاث المتخصصة. معنى كلمة الإسلام لان يعني وقال العلماء يديران الحجة ليزارغيمون الأدلة بليكن الاعتراضات غير قائمة لا تقوم على أساس صحيح. ثورة أدناس الرأي الذي يجيز هو الذي نراه صوابا نرجحه من العلماء المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز كما قلت، الشيخ القرضاوي، فتاوى المجامع العلمية. بند الأدلة من هذه الأدلة عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. نيوند في مقدمة لقاء اليوم القاعدة الذهبية: الأصل في العبادة الحرمة إلا بنص، والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. ربي سبحانه أين يشدن العبادات كل شيء حرمي فلانا سوى أين دينا خدمتات ونزميرة راه غادي نسنلفو العبادة تجديط. وقيل معنى يس الشق الأول من القاعدة. الشق الثاني أين يعني ذي التجارة ذي الاستثمار ذي الاقتصاد، الأصل في ذلك في جميع المعاملات الإباحة أخذم ذا شو تبغيض سوى نثو في ضد نص قاطع أشيني سون سنتردي لا يجوز. الحفي ماني عند دو سون سنتردي اسم ممنوع على المرور حبس ذينا أتحبس مولاش خاطئ. وهذا من التيسير، لأنه في المعاملات نحوج التيسير يسوسع الشرع ذي المعاملات اخذم أكن تفغيض سوى ميلا تفيض ديون النص إما ذي القرآن إما ذي السنة أكدين ممنوع هذا العمل. الدليل والسين عموم قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، سورة البقرة 198. الآية التي قبلها سورة البقرة الآية 275 وأحل الله البيع وحرم الربا. الدليل والثلاثة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، كما في صحيح مسلم بشرح الإمام النووي. فبيعوا كيف شئتم. ولذلك كانت تقول يعني العملات اللي غد الحديث فيما سبق أتزنزض الدينار لورو الدولار دولار الليرة السعودية الريال وهكذا. في كذاكية كن فكانت فلاس الفتاوى بالتفصيل فيما سبق ذي الشهور نعدان ند الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة المدينة، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم المدينة إذا كانت يدا بيد أفس لكفس. هكذا.
الدليل يسر 4. الدليل يسر 4 الأصل حرية التاجر في تحديد الفائدة الربح. التاجر الأصل ثم ما تشمد الدولة أتحدد أشحال الفائدة حبس ثناياك 20% من الربح 20% ما تخلفض يعني حكم الدولة كتعاقب الدولة. ولكن الأصل ثحالو سي ثدارت تغضض سي الحراش تبض الميد البودوا وتشرى الطوموبيله اللي تيزوزو تبض راك تشرى تراكتور ذي الشتوى غير تدارت العثاب ينيك شي تيزران شي تيزران في كوال ما تخدم 20% تظلم ضيمانيك. سمحت لي اصحاب قال مراقبه الاسعار يعني تهضر في الشرع هذاك ناخذ القانون طبق القانون. ولكن في غادي دي سيركونستانت اتينيونت معنى لازم تؤخذ هذه الاعتبارات والشريعة تؤكد عليها. في النهاية المسلم الحق يسعى الضمير الحي ويتصور إلى درجة الظلم نغل الاستغلال ثقول جزراء ما كنت نهضر ينواسا في الاحتكار. النبي صلى الله عليه وسلم الاحتكار المحتكر ملعون والجالب مرزوق إلى آخر هذه الأمور كما شرحناها في الدروس السابقة. الآن نجيبوا القرار تاع مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخاصة الخامسة يقدرا في مدينة في الكويت من 1 إلى 6 جماد الأولى 1409 للهجرة الموافق ل 10 إلى غاية 15 ديسمبر 1988. ذا شو القرار؟ إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ما في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف لا une responsabilité وترف نداكي البنك مسؤولية التلف قبل التسليم يسعى المسؤولية ألا مدبض قريفة سنيك وتبعة الرد بالعيب الخفي ميلا يلا ذيك العيب تزرا مش ود نخدم كي ندرس اسم خيارات الأعيان ند خيار الوصف خيار العيب خيار التعيين يكون شرحي انتيد كل حاجة شو ثايض وتبعة الرد بالعيب الخفي ميلا السلعاني مد بصيفة سنيك تفاضي العيب يفرن ماشي وين دي ظهران العيب يفرن ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ولو بعد التسليم وتوافرت فيه شروط البيع وشروط البيع نهضر فيما سبق يعني الشروط المتعلقة بالعاقدين والشروط المتعلقة بالثمن والشروط المتعلقة بالشيء المبيع وانتفت موانعه كما أوصى المجمع بما يلي والوصية كده مهمة خاصة المصارف الإسلامية. أولا أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى. ثانيا أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية لوضع هذه مسألة مهمة جدا لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق. نغاوند القواعد الشرعية الهانت ولكن تكوى ذي التطبيق إلا وند البنوك يوم يقارن البنوك الإسلامية غلظا تشظنت أي غير عمليا ما يقدرش ما قدروش إما لا فورماسيون خصوصا تسمو السنين المهم هناك خلل. لذلك الوصية مهمة لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء. ذايا يكتبنا السماء يرضى ربي سبحانه عز وجل أن تكمل الدروس كما يرضى ربي أرزداف ما يكتب ربي سبحانه جاء ثلويث أرثم لليث. السلام عليكم.